خبر برجوع أحمد عز لزينة لكن بشرط. أحمد عز بيشترط إن هو يرجع لزينة لكن بشرط. يا ترى إيه الشرط اللي أحمد عز عاوزه من زينة عشان يرجع ليها ويعيش وسط أولاده؟ وده بعد ما ألزمته المحكمة بدفع مصروفات هائلة لأولاده بعد ما طلبت الفنانة زينة 900 ألف جنيه نفقة لأولادها من أحمد عز بسبب دخله الكبير جدا. قدرت النفقة. هنشوف النهاردة بعد خلاف استمر لسنوات وبعد أولاد كبروا وهم ما يعرفوش مين أبوهم وبعد مشاكل وصراعات وصلت للمحاكم، أحمد عز النهاردة بأخبار بتفيد إن هو يرجع للفنانة زينة لكن بشرط. أتمنى من حضراتكم تشوفوا الفيديو الآخر، لكن يا ريت تدعمونا بلايك، ولو اشتراك هيكون شرف لينا تواجد حضراتكم في قناتنا المتواضعة. بعد ما الفنانة زينة طلبت 900 ألف جنيه نفقة لأولادها، وده بسبب المحامي بتاعها اللي جاب الدخل لأحمد عز، قدرت على هذا النفقة بتاعت الأولاد، وألزمت محكمة الأسرة بمدينة نصر الفنان أحمد عز بدفع 600 ألف جنيه مصروفات دراسية لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين، وألزمته بنفقة شهرية 30 ألف جنيه. وكان المحامي زينة تقدم لتسوية المنازعات بمحكمة الأسرة وطالب فيها بإلزام أحمد عز بتأدية النفقة شهرية لأولاده، وده بعد ما أثبت النسب للأولاد لأحمد عز. بعد 9 سنوات من الصراعات بين الفنان أحمد عز وبين الفنانة زينة، واللي انتهت بعد إنكار أحمد عز سنوات طويلة إن الأولاد مش أولاده، لكن بعد تحليل الDNA أثبت إن الأولاد فعلا أولاد أحمد عز. الفنانة زينة الخلاف وصل بينهم للمحاكم، صراعات ظلت قائمة في ساحات المحاكم ما يقرب من 9 سنوات، لكن قررت المحكمة إنها تدي حق الأولاد من باباهم. أحمد عز وأخبار إن هو طالب إن هو يرجع للفنانة زينة، لكن بشرط إن هو ياخد الأولاد لما يوصلوا للسن 15 ويعمل لهم تحليل تاني بإنجلترا، وإذا التحليل أثبت إن هم ولاده هيرجع ليها، وبشرط إنها تتنازل عن كل القواضي اللي بينها وقضية النفقة وكل القواضي دي. طبعا كتير قالوا لزينة بيضحك عليكي وعاوز يخليكي تنازلي عن القواضي ولا ترجعي له، والفنانة زينة أخبار إنها رفضت تماما ترجع له حتى ولو مش هتتنازل عن القواضي. مستنية تعليقاتكم، شكرا.